عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا انتوا مستغربين ان المره دي قلت ستارز مش هيروز. انا لسه مستوعبه يا جماعه ان انا اسمي ندوش ستار، فالمفروض انا اديكم ستارز، يعني مستوعبين. المهم في فيديو النهارده يا جماعه انا عملت الصالون والاتيليه، خلاص خلصت البيت ده كله، عملته صالون واتيليه. النهارده بقى هنستقبل الزبائن، بس قبل ما نستقبل الزبائن تعالوا اوريكم الاتيليه اللي هو الدور التاني. طبعا الاتيليه ده فيها الفساتين والحاجات. طبعا ده هنا الكاشير، وده الايباد اللي بتاعت الكاشير بتستعمل فيه. ودي غرفة الجزم الرجالي والبناتي، دي اهو جزم البنات. وبرضه ورايا على السفرة دي برضو جزم البنات. وطبعا اللي في النص ده ديكوريشن. وهنا دي اللي هو الجزم بتاعت البدل، يعني بتاعت الرجالة. وكده يا جماعة كون خلصت لكم الأوضة دي، ندخل بقى على غرفة يعني يا جماعة بجد جودة الصوت من أول هنا لحد آخر الفيديو هيكون في يعني حاجات كده في النص، لأني كنت بلعب الميكروفون حرفيا عشان الصوت يبان. اكسسوارز يا جماعة، بصوا الركن ده حلو قوي يا جماعة، انتوا مش متخيلين انا حباه قد ايه. وطبعا هنا دي الباسكتات او الباسكتس بتاعت اللي هو اللي لما حد يجي ياخد الاكسسوارز ياخد اللي هو باسكت من هنا وينقي بقى اللي هو عايزه. طبعا على كل سجادة موجود تيبل عليها الاكسسوارز والحاجات بتاعتها. ادوني برضو رأيكم في الكومنتس يا جماعة، رأيكم في التعديل. وهنا طبعا ده ركن الشنط اللي فوق ده. ندخل بقى على الغرفة بتاعت الفساتين السواريه والعرايس. عندنا طبعا هنا فساتين عرايس، هما 2 بس تقريبا، ايوه 2. والباقي على فكرة يا جماعة الابيض في الاسود ده ينفع للعرايس، وفي فيهم ينفع عرايس بس الحنة او تصريرة. ندخل بقى على الغرفة الفخمة دي برضو عرايس يا جماعة، تنفع عرايس جدا بس بألوان مختلفة. دي طبعا الغرفة الفخمة. وده فستان طبعا للأطفال فخم برضو، انا حاطه هنا كل الحاجات الفخمه. ندخل بقى على غرفة البدل الرجالي، اللي هي دي طبعا عندكم هنا البدل الرجالي. ولو خدتوا بالكم ان انا عامله بالترتيب من الاوحش للاحلى وكده. وهنا على الركن الترابيزه ده النضاره بيقولها ايه مش عارفه اسمها، اللي هي البتاعه دي يا جماعه. وعلى برضو العلاقات دي في الحاجات دي برضو. وطيب يلا بينا بقى نستقبل الزبائن، في ناس جت على باب اهي. بس نتصل الاول على رونا تيجي وافنان عشان طبعا يساعدوني في الشغل. وطبعا في تحت كوافير، انا قاعده ناس تحت طبعا عندي الكوافير. طبعا يا جماعه انا مستنيه رونا وافنان بفارغ الصبر. طبعا في زباين جت وهم فوق بيختاروا الفستان. ودلوقتي لو ما اتفرجتوش على الجزء الاول من القصة روحوا اتفرجوا عليها بسرعة يا جماعة. يلا قصة ايه يا جماعة؟ الجزء الاول من ده هسيب لكم الرابط في الوصف بتاع. هم نشرفوا ونوروا يا جماعة. اهلا رونا، اهلا كنزي يا جماعة. طبعا انتوا عارفين رونا اللي هي اللي بشعر بني في بينك، وافنان هي اللي بعيون بني وشعر بني. جمالها صحراوي يا جماعة ما شاء الله. ايه رونا، انا عارفه انت سرقة الطقم ده منين؟ ندى الصحاب لبعضها برضو. ماشي يا ستي، يلا تعالوا نستقبل الزباين. السلام عليكم، من الموجود هنا؟ اهلا اهلا، اتفضلي، اي حاجة محتاجاها موجودة جوه. طيب وسعولي كده، انا عشان بس لقيت المكان فخم جيت. ايه ده كمان في مكان؟ هاي اهلا اهلا، اتفضلي. عاوزة اعمل شعري اصفر في بينك عشان الاغنية اللي هنزلها المرة الجاية. اوكي من عيوني، احلى صبغة هتكون موجودة حالا. لو سمحتي عايزة ميك اب سريع باسرع وقت ممكن، يعني قدامك ساعة بالظبط تخلصيلي عشان ورايا مناسبة مهمة جدا. اوكي اتفضلي اقعدي على الكرسي. اوكي بجد شكرا جدا، تعاملك حلو جدا. الحساب فين؟ الحساب برا على الباب يا فندم. ولا محتاجة فساتين؟ في موجود فوق كل حاجة تحتاجيها، اكسسوارز وشنط وفساتين وجزم وكل حاجة. بجد ده انا كنت شايلة هعمل فستان، اطلع بقى اخد من فوق. يلا يا حبيبتي، ندى قالت لي انا اللي اقعد على الكاشير وانت استقبلي الزباين. البسي اللي وراك. اللي ورايا؟ من اللي ورايا؟ هاي. اتفضلي يا فندم، تعالي 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 يا فندم.
اوكي، عايزة فساتين لو سمحتي، بس تكون ايه، تكون حاجة فخمة. واو بجد، استني ننقي النيلز الاول. النيلز، متأكدة ان حضرتك مغنية؟ امال ايه، انتي مش شايفة لبسي؟ لا شايفة. اتفضلي، بس المفروض تنقي الفستان الاول يا فندم. اوكي تعالي. انتي التانية كده اما نقي. واو بجد نفس الفستان اللي كان في بالي. لو سمحتي هاتيه اول فستان ده. اقولك هاتيه التالت. اوكي يا فندم، تتهني بيه. تعالي بقى حضرتك لو عايزة تنقي الاكسسوارز، نقي اللي حضرتك عايزاه يا فندم. عم اغلفلك الفستان، اقفي معانا ده عم. بصوا يا جماعه، انا بدل ما اجيب ساوند افكتبل سويت، خليت اختي هي اللي تعمل الحركه دي. يا جماعه عارفه ان انتوا زمانكم ضحكتوا. في ايه؟ لا تكون حد من البنات اللي تحت يعملوا حاجه. تعالي بسرعه ننزل نشوف. ايه ده؟ نازله اشوف ايه بسرعه؟ حرام عليكي، ده انا متاخره على الحفله. انا اعمل ايه دلوقتي؟ ده انا هوديك في 60. ده هي عامله لي حواجب خضرا والروش كمان اخضر. لو سمحتي هاتيلي اللي هنا بسرعه، يلا هاتيلي صاحبة المكان فورا. حضرتك ده اكل عيشي والله، ما صدقت الاقي شغل النهارده. المكان ده لسه فاتح النهارده، وصاحبة المكان كده هتطردني. انا مش بس هخلي صاحبة المكان تطردك، انا هقفل لكم المكان ده كله. في ايه يا جماعه؟ صدقوا بالله، في ايه يا فندم؟ طب فهميني بس في ايه اللي انت شغالاها عندك دي؟ بقول لها قدامك ساعه تعملي لي الميك اب عشان تخلص لي اي حاجه. انا مستغربه اللي هي خلصت لي في ربع ساعه. ايوه بص في المرايه الاقيها عامله لي الروج اخضر والحواجب خضرا. ليه؟ وتقول لي ايه؟ عشان تكوني ماشيه مع عيونك. انا هوديكوا في 60 داهيه وهقفل لكم المكان ده النهارده. اهدي بس يا فندم، طب اقعدي وانا هعمل لك احلى ميك اب وهرجع لك حواجبك زي ما كانت. يلا يا فندم اتفضلي بس كده، وانتي مفروضه يلا اتفضلي بره. يعني الحق عليا اللي عايزه اخلص لها بسرعه. اصلا في مليون مكان احسن منكم. هي كده لما تمشي كده انت خدتي لي حقي. بقولك ورايا مناسبه بعد نص ساعه، بعد نص ساعه ورايا مناسبه ومستعجله جدا. خلاص يا فندم اهدي، طقم المناسبه كمان علينا. اتفضلي بس انا اعمل لك الميك اب، وانتي يا رونا او حد فيك انتي وافنان يطلع يقف مع الزبونه التانية يشوفها محتاجه ايه. بصي هو انا خلصت لك بصراحه ما شاء الله زي القمر، بس الحاجه الوحيده اللي انا ما قدرتش اخلي اللون الاسود يسيطر اكتر من كده على حواجبك، فهي للاسف جت بني مش اسود. فاتفضلي قومي شوفي نفسك، متاكده ان انت هيعجبك شكلك، بس الحواجب هي اللي ما عرفتش اعمل فيها حاجه. اوكي المهم مستر سلطع اللي كنت فيه ده بس يروح. ايه ده بجد والله بجد تسلم ايدك، شكرا جدا. تعالي بقى تيجي الفستان اللي انتي قلتي عليه هتدوني ببلاش. طب تعالي يا فندم اتفضلي تعالي. بجد مش فاهمة من اولها كده يا جماعة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. صدق الله العظيم. فيمكن اللي حصل ده خير لينا واحنا مش عارفين. يلا بقى ربنا يرزقنا في باقي اليوم يا رب. طبعا يا ستارز انتوا شفتوا اللي حصل، فما تنسوش تدعموني بقى يا جماعه. انزلوا حطوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش يا جماعه ما تنسوش. ايه ده وانا بتكلم وانتوا لسه ما اتحركتوش برضو؟ طب تمام، انا فضلا منكم مش امرا مني. نورتينا يا فندم، خلينا نشوفك تاني. يا جماعة يلا نقسم الفلوس دي الاول عشان انا خلاص كده تعبت وعايزة انام. ما صدقت ان احنا خلاص خلصنا. يلا عشان نقبض الناس اللي برا دي وانتوا كمان تاخدوا حقكم وتمشوا. يلا عشان انا زهقت منكم النهارده بصراحة. اتفضلي يا حبيبتي، ده حسابك لليوم ده انتي 1000 اتفضلي يا حبيبتي ده حسابك بتاع النهارده انتي 1000، وبتاعت الكاشير 1000. اقصد انتي 1200 وبتاعت الكاشير 800، لان بتاعت الكاشير ما كانتش بتعمل حاجه غير انها بتحاسب. تمام ماشي، بجد انتي احسن تعامل اتعاملت معاه. خلاص بقى ما تكسفنيش. هو انتوا يا جماعه اتمنى كده تكونوا انتوا مرضيين. كل واحده هو 2500. والله احنا لو علينا احنا مش عايزين ناخد خالص والله ده، بس عشان بس انت حلفتي. طيب يا جماعه لا والله كتر خيركم وتصبحوا على خير. وانتوا كمان يا جماعه اللي بتتفرجوا ما تنسوش تعطونا لايك وشير وسبسكرايب وبس كده. ما تنسوش تصبحوا على خير يا جماعه، تصبحوا على خير.